شلامة كلن غزيلن موالي بخلولة حمدانية. غزيلن دخناشة ورها بلبة خدية وخدية بناشاها وبلطلها بلبة تويرة وبخني لبة نتوري. غزيلن أن ناشت مثلها بلا ذنب ويث الناشق فقد لها وردي الخزي لها وإيث الناشئ بلط لها بس لباها تويرة. اجخني بويخ من ناخذ من أمر سيدة النجاة بخزخ أو قداشة تلويذ اللي الروخاها. ملكت كل ملكة مرجي طولا مشيحة حاينها باطل شراثة من كل أرقى بارخ لك ليلة شتى طيب وثير يا مريم أمك مالك الملوك اطلبي من ابنك لأجلنا فيحل في كون سلامة ويحفظ الكنيسة من كل أذى. مسلوثة بويدي أخباركم وشلي حسادي وكلي كني طوري سادي إلو خمزاروري مسكوخ لخشوحة قول اليوم سلاما يا جو الطوباوي تجارة حياتي لكل إنسان افتحوا كنزا دعاء للمحتاج وارفعوا هذه البلاد من كل أذى. صلاة قيام المشورة والتجاوزات هو يوم تاتي شيحة بتشبحته طلب منا ديرته خنو ملكوته يا أبانا البار محب المسيح تضرع من أجلنا لا ربي مثالك يقول دنا للخلاص ودموعك يغيث كل محتاج. قلبنا مريم يدعوك دوما يا أم المعظم كوني أمنا أنت حبنا أنت أمنا يا أم المعظم كوني عوننا. قلبنا مريم يدعوك دوما يا أم المعظم كوني أمنا
المدرسة في حالة التعليم في قاعة القدس. أيضا نشارك إخوتنا في سوريا البارحة أمس في حرص صار غارة سيارة استهدفت الكلية العسكرية هناك وأدى للأسف إلى 25 واحد تقريبا 123 وجرحى 180 صلينا في هذا الأساس. هي نطلب من الرب السلام والأمان لمنطقتنا العراق وسوريا لبنان من كل منطقة الشرق الأوسط. الرب يتحنن على شعبه ويعطينا السلام والأمان والاستقرار. تفضل. من أجل ذلك هم شهداءنا أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعده، لن يعطشوا بعده، لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. يا الأحباء الحضور الكرام، مع التسمية، مع حب التسمية أصحاب المعالي نواب أصحاب الكتب السياسية الأخ العزيز غيان الحمداني والكتلة المسيحية وأيضا شيوخنا الأعزاء، ممثلين أيضا من رئاسة ديوان الأوقاف المسيحية واليزيدية وأيضا الصابئة البندائية، كما نرحب أيضا سيادة النظام مارنارسيس جوزيف زبريان رئيس كنيسة الأرمن الكاثوليك، وأيضا الآباء الكهنة ممثلين الطوائف المسيحية، الآباء الخوارمة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات المحترمين، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم نعيش حزنا شديدا في بلدنا، كارثة خطيرة ألمت بشعبنا في قضاء الحمدانية بغديدة طرابلس. فالعرس الذي تحول إلى مأتم هو صدمة قوية لشعبنا الذي عانى كثيرا بعد أن تعافينا من احتلال داعش. نحن اليوم نتعرض إلى هذا الحال الكلالي الذي طال الميلاد من أبناء شعبنا. لم تجف بعد دمعة الهجرة ودموع أخرى كثيرة، وعلى ما يبدو دموعنا مستمرة سخية وثخينة، ولكننا ننظر على الدوام نحو المستقبل بعين يحدوها الأمل، ونحن نؤمن أن يد الله سوف تمسح دموعنا. عزاؤنا اليوم هو صلاتنا التي تقوينا، وكذلك تعاضد إخوتنا في الوطن من جميع المكونات والذين وقفوا إلى جانبنا يؤازروننا في محنتنا ويضمدون جراحنا ويعزون وجودنا في أرضنا. نقول دائما أن الحقيقة تظهر من خلال الألم والكوارث، وحقيقة شعبنا اليوم ظهرت متجلية في سهل نينوى من خلال عمليات الإنقاذ والإخلاء، إذ هرعت كل أجهزة الدولة وصنوفها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمدني والأطباء والممرضين والمسعفين، وهبت مسرعة لإنقاذ الأرواح.
وتكاتف كل أطياف سهل نينوى وبجميع مسمياتهم ومذاهبهم ليكونوا سباقين في الإنقاذ والمساعدة والدعم والتبرع بالدم. تصور يعني أنا رحت قراقوش المساء رايح من بغداد إلى قراقوش، وقفوا لي سيارتين ثلاثة للإخوة الإسلام. مولانا وين نروح؟ البرع والدم. قلت هناك أكثر من هذه القوة في الوطن أنشرت أي وطن هذا، والمئات أرعوا إلى المستشفيات. هذا التكافل الاجتماعي الذي تجاوز اللون والعرق والدين هو أيضا تعزية حقيقية لفاجعتنا. شعبنا يسطر دائما ملاحم بطولات حقيقية عندنا زمان، وهذا سيزيدنا رسوخا في أرضنا وتجذرا في بلاد الرافدين الغالية التي نبديها بالأرواح والمهج. يا أعزائي، دعونا نتعامل مع هذه الفاجعة بروح مسيحية وطنية كما تعامل معها أبناء شعبنا. فدورنا اليوم هو أن نؤكد على أن هذا المصاب الجلل لن يتكرر مجددا. وهنا ننوه بالشكر إلى دور الحكومة في اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بمنع تكرار هكذا حوادث مستقبلا. لا بد لي في هذا المقام أن أشكر جميع المسؤولين الذين تكافلوا معنا منذ اليوم الأول لحصول هذه النكبة الفاجعة. فأشكر فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ودولة رئيس البرلمان السيد محمد الحربوسي، الذين جاءوا للتعزية في قراقوش ويتضامنوا مع محنة أبناء قراقوش. أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة النواب، ولا سيما وزراء الداخلية والصحة والهجرة والمهاجرين لسعيهم على محاولة تخفيف هذه الفاجعة. ونحن واثقون أن نية الجميع هي محبتهم صافية لنا جميعا. إخوتي وأخواتي، لقد أوصانا يسوع إله كل رجاء وتعزية أن نحب بعضنا بعضا، وفي الوقت عينه أن نعمل جاهدين لتحقيق العدالة كما توصينا الكنيسة المقدسة بتطبيق العدالة الاجتماعية. وهذا مطلوب في وطننا الذي عانى كثيرا ولا يزال يعاني من النقص في العدالة.
اليوم مجلس عزاء تعزية على روح شهداء فاجعة قرقوش قضاء الحمدانية في كنيسة سيدة النجاة. أيضا هذه الكنيسة أعطت دماء كثيرة حين دخول لها المجاميع الإرهابية، واليوم هذه الكنيسة عامرة بفضل أبناء الشعب العراقي ومختلف أبناء المكون المسيحي الذي بعدهم وما زالوا يستمرون، وأيضا هذا المكون أيضا قدم دماء والتضحيات خلال مقارعة النظام الداعشي الإرهابي. وصراحة هذه فاجعة أليمة وكبيرة. أيضا اللجنة التحقيقية مستمرة في التحقيقات، وأنا أقول من هذا المكان المبارك والمقدس من داخل هذه الكنيسة أم الشهداء كنيسة سيدة النجاة، نقول لأهالي الضحايا وأيضا الجرحى، نقول له اطمئنوا، أي شخص مشارك بهذه القاعة ومن أعطى الموافقات سوف يتحاسب وفق القانون العراقي. أحب أعزي أهالينا يعني بقرقوش على هاي الفاجعة اللي صارت. يعني إحنا حزينين هواية، يعني كلهم أهلنا وأصدقائنا وجيراننا، يعني هواية يعني فاجعة أليمة صراحة. يعني ربي يكون معاهم وربي يعزيهم والله ينطيهم الصبر وربي يشافي كل جرحى. لقد جئنا من أرض الناصرية، من أرض الحرف الأول إلى بغداد، إلى هذه الكنيسة، إلى سيدة النجاة، من أجل أن نقول نحن معكم وقلوبنا تنزف كما نزفت دماءكم في بغديدة، كما نزفت في قرقوش. نحن قلبا واحد ونحن جسدا واحد. جئنا من أجل أن نعلم العالم أننا كما بالناصرية قلوبنا متعلقة كذلك في بغديدة. الرحمة والغفران نطلب من ربنا يسوع المسيح أن يغفر لأمواتنا وأن يشافي جرحانا وأن نبقى قلبا واحدا، ومن خلال عبير وأثير العراقية نقول بصوت واحد كلنا عراقيون، كلنا أبناء هذا الوطن، سواء بالجنوب وسواء في الشمال، كلنا قلبا واحد وجسدا واحد. هاكم عزم بغداد أول شيء، هذا الجرح ثيل رابع إلا ولق من شوية العمر، وكم عزين شهادة الشهداء كلها، وأراد مشافي أنا جرح حديدا مضر بغداد وخير والسلامة، وأطفال كنا مفقودين، وصبر ده كله بغداد، وشكرا كلها عند جماعة خضران ديك مساعدين من جماعة موصل، من أربيل، من قرى كلها ثيك مساعدين. شكرا حيلك شكرا كلها عند ثيك مساعدين، ثيك مساعدين بعد موقف اختيره، وإن شاء الله بسمخوخ موقف بالأفراح دباقي كلها المحافظات ديك مساعدين، ولا محاسي كلها مثانينا. معزق بغداد الذي فاجعة تحصل بقاواح عرس ذي قلة، ولا محاسي كنت خادم مثله الشهداء ديدا. أكيد ويرا لبن لها، لأن هذه تحصل بغداد ليلة من دي قصة من دي رابلة، ولك مستهلخها حاصل هذا من دي بقاح زل حيل أطفال وأبرياء ولا محاسيها. من نوخ نيوا مريانا مايكل من قنية عراقية سورية بغداد.